الحين مين اللي يتزوج اللي يحبه؟ مين؟ نادر. الصالحون يحبون وحبهم شريف. رسالتي هنا: إن أتاك محب فلا تنهره، إن أتاك محب فلا تنهره. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لمرثد إن هذه زانية وإن هذه بغي وإن هذه مشركة، لا لا لا، قدر الحب، قدر قلب مرثد. فأنت عندما يأتيك محب قدر هذا القلب، قدر هذا القلب وقدر هذا الحب. وبعض الناس الله يهديهم إذا جاء شخص وقال أنا أحب فلانة وأريد وأنا أتزوج، يقول هذه البنت أكيد ما هي زينة. والمشكلة أنه يدري أنه هذا مسلم، اللي يحب مسلم واللي يحبها مسلمة. يا أخي قل له استغفر الله، لا تنهره ولا تقذف أختك في الإسلام. يعني إن وقع الفأس في الرأس خلاص كلهم مثلا أخطأوا، مع أنه الحب ما أشوف أنه في خطأ أبدا. يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي لا تلمني فيما لا أملك، وكان يقصد هذا القلب. ربي لا تلمني فيما لا أملك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق يقول ربي لا تلمني، هذا قلبي يا الله، يعني مو بيدي. فمن أنت لتلوم محب؟ من؟ يقول أبو طيب المتنبي وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشق، وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم، فلقيت فيه ما لقوا. لا تلوموا العشاق، إذا كان يبغى يتزوجها فهو والله خير. ورسالتي هنا إلى المحب: إذا أردت أن تتزوج محبوبتك اذهب إلى سجادتك واستغفر الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت تبغى تفضفض أو تستشير فلا تستشر إلا من تثق به، ولا تستشر إلا صالح يخاف الله سبحانه وتعالى، الصالح وليس المتنطع. المتنطعون لا يحبون وسيقذفونك ويتهمونك ويتهمون من تحب. الحب ليس بعيب، ولكن العيب بأن تترك محبوبتك في نصف الطريق.